السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعيش على إيقاعات 24 من شهر رمضان. ما بقى لينا والو، بقاتنا 6 أيام. كيضحك أسد فرحان من 6 أيام اللي بقات لينا ديال رمضان. وحنا كنعيشوا رمضان. كانت أحسن لحظة داخل هذا الشهر المبارك مع ما هو روحاني. كاين واحد المزيج ما بين الرياضة اللي هي كرة القدم، هي محبوبة الجماهير. كلشي كيتسناو ديك الوقيته مورا العصر نمشيو نهزو كراسه ونمشيو نتفرجوا في التورنوا ديال الاخر ديال الدرب. اليوم معنا اهرامات تنظيم الدوريات وشي لعابه ديال كره القدم داخل اللي نشطوا لنا هاد التورنوات، وفرحانين اننا كنصادفوهم في هذه الحلقه الشيقه والرائعه اللي كنتمناو انها تكون حلقه عندها طابع يمزج ما بين ما هو معقول، ياك كتقلب على المعقول، وما بين الرياضه وما بين داكشي اللي عشناه داخل الملاعب الرياضيه، ولا نقولوا هكا فروق الاحياء. يحضر معي وفرحان انهم حاضرين معنا الياس الناصري والمعروف بتوبه. مرحبا بك سي الياس، مرحبا بك داخل استوديو ديريكت بريس. كذلك عبد الرزاق معناوي، منظم دوري الملوك. الياس الناصري راه غني على التعريف، كنقولوا الناصري قليل اللي كيعرف الناصري، ولكن كنعرفوه بتوبه وغنرجعوا للتوبه منين جات. كذلك يجلس على يميني الشاب الوسيم الرائع، شكون هذا؟ عماد الزكراوي. كيخاف نزقليه في ديك الزكراوي، ولكن ما تخافش، اليوم الزكراوي كاينه ورئيس جمعيه الاسود الرياضيه، ويسهر على تنظيم النسخه الثالثه من دوري الفوتسال داخل القاعه كما قلنا في دورته الثالثة. والصغير الكبير، هو صغير ولكن كبير في الصيد، موحى امين دريال، مولد 2009. الصوره ديالو ولات مألوفه عبر حسابات الانستغرام والمواقع الاجتماعيه. فهنيئا لنا بحضورك معنا خويا موحى امين. شرف ليا، شكرا بزاف. بارك الله فيك، مرحبا بك. باش ما نطولوش عليكم غادي نمشيو مباشره وغادي نمشيو للناس اللي نظموا هاد الدوريات هادو. بداو دوري الملوك. عبد الرزاق، مرحبا اخي نبيل. عبد الرزاق، كيفاش جات الفكره ديال تنظيم دوري واش كانت عندكم هذه الفكره ديال انكم توصلوا لهذا النيفو هذا ديال هادشي اللي وصلتوا ليه دابا؟ فاش يلاه جيتوا دخلتوا لهذاك التيران ديال دار الشباب اللي ساتفه طبعا، واش كانت عندكم هذا ما كانش عندنا فكره باش نوصلوا لهذا النيفو هذا، ولكن بحكم التجربه عام على عام وداك الشيء بدات تطلونسا تورنوا، وبداو تيجيو نجوم كبار بحال اخ الياس توبه. عطانا شي تصفيقات اخويا المخرج، عطانا شي تصفيقات على الياس. انا التصفيقات راه كنسمعهم دابا، هما تصفيقات حاره على سي الياس. جا واحد مجموعه منهم، مهدي حتى هو، مهدي العامري، سفيان التوزاني، ايوب بخاري. عندك نسى شي واحد جيبها في راسك، زيد الله لا جاوك العام الجاي. زين جاو من البرازيل، فكروا راه عندك الحق تستعد سميتو. جاو نجوم كبار من البرازيل، هولندا، بزاف النجوم. كانت النسخه اللي فاتت وقيله كانت، الا ما خادتنيش الذاكره، ربما مشيتوا لواحد التوأمه بينكم وبين دوله البرازيل، هكايا البرازيل. لا، في اللوغو اللي كان عندكم في التيران هذا العام كانت الارجنتين، ياك؟ العام كاين هذيك، كاين شي رسمه ديال اخطوبر، وكان في هذاك اللون وقيله اللوغو ديال الارجنتين، اللوغو ديال الارجنتين. حتى التيفو اللي هزيتو كانت فيه الارجنتين. التيفو اللي هزينا كان اللاعب الاسطوره المعروف هو دييغو مارادونا. اييه. والفكره منين جات؟ الفكره بالنسبه للتيفو والرسمه وداك الشيء، هادشي تيبقى الفضل الاخ امين ضام، الرسام كبير على صعيد ليساس. كنقدموا ليه تحيه كبيره من فنان امين ضام. قولها لي تبارك الله عليه. نشكرك اخي امين ضام بزاف وعلى المجهودات اللي تدير معنا بالنسبه للتيفو، بالنسبه لارضيه الملعب. تحيه لك. هو اللي كان في العام اللي فات، وهذا العام وديما معنا. والله يخليه ليكم. نعاودوا نجيو لخويا الياس. الصيد ديالك تبارك الله وصل العالميه. انت من مغاربه الخارج، كتعيش في دوله بلجيكا. اليوم
كتجي شرفتينا ماشي هذا العام الاول وقيله هذا العام الاول فاش جا عندنا الليساسفا ولا قبل لا جا العام اللي قول العام الثالث هذا. العام الثالث كتجي عندنا الليساسفا. هضرنا شي شويه على الليساسفا كيفاش كمنطقه وانت درتي واحد المجموعه من الدروبه والاحياء الشعبيه. شي حاجه واعر، شي حاجه توب. لو كان ليساسفا ماشي مزيانه ماشي عزيز عليا ما غاديش نجي 3 مرات. جيت واحد المره دازت هذا الشيء شي حاجه توب ودخل لي في القلب كاع. وبطاق ديما كان كيتهلا فيا وكان كيكبروا بيا، ما بقاوش يخليوني نمشي كاع، كدير لي حتى للدار كناكل معاهم. كانوا غير صعاب في الاول، كنا غير كنعملوا فولو دابا ولا عائله. مرحبا اخويا وانا فرحان بزاف اليوم، وديما كنجي هنايا كنتعرف مع الناس اخرين بحال السي موح اكبر موح وانا فرحان بزاف. لا كبير وتجيني راجل صغيور. لا تبارك الله صغير ولكن غير عاد منك تحسن وجهك. عاد منك تحسن وجهك معناه هذاك الحلاق بعدا كنبعثوا ليه بواحد التحيه. شنو سميتو؟ تحياتي للاخ ياسين معناوي، احسن حلاق في العالم. احسن حلاق في العالم. هذاك كيحس لينا في السطوحه هذا كاع. هنا ليساسفا شنو هما شحال تقريبا عدد الاحياء اللي زرتيو؟ استهدفتوا تقريبا الاحياء الشعبيه هكايا، اغلبيه الاحياء زعما دوك لي كارتي. كنزيد نقرب لك شي شويه دوك لي كارتي لي شعبيين. هادشي اللي كيعجبني انا. عطينا تقريبا غير شكون هما هاد الاحياء. انا كيعجبني الشعب، انا كيعجبني شي حاجه الشعبي حاجيب وداك الشيء. بزاف بزاف. هادشي اللي كيعجبني انا، حيت تما اللي فين كملينا كتمشي ليها الروح ديال الكره، الروح تاع الكره. مشيتوا الرحمه، مشيتوا لمولاي رشيد باتا. مشينا في الاحياء. دورنا المغرب كامل من طنجه للقويره، مشينا حتى للداخله مشينا. ومن كنجيو لبلايص بحال هادو ليساسفا الشعبيين وهكذا كيعجبنا الحال بزاف، حيت تما كاين لامبيونس، الكره في الروح في الدم، كيتقاتلوا في التيران وكيضحكوا كينشطوا كيكبروا بيك والدراري زوينين فهمتوا. هادشي اللي كيعجبني انا. الحمد لله. نعاود نرجع لك اخويا الياس معايا عماد الزكراوي. عماد الزكراوي رئيس جمعيه الاسود الرياضيه. انتم في النسخه الثالثه من تنظيم دوري بهذا الحجم اللي هو الصيد ديالو، ووصل ما وصلش من فراغ. وهذه تحيه اخرى كنبعث بها من هنايا الاخ والصديق ديالنا ديال اكاديميه الشارع وكذلك زونيكس. هما جوج الاصدقاء نخلي لك الكلمه ديك الساعه وانت ممكن تشكرهم، لان وصلوا الهدف من خلال التصوير ديالهم، من خلال مواكبتهم لهاد لي ماتش اللي كيدوزوا في الفوتسال. كيفاش جات الفكره في الاول؟ كيما نفس السؤال ديال عبد الرزاق، كيفاش جات الفكره الاولى في السلام عليكم. بعدا بالنسبه لدوري الاسود الفكره جات من واحد القضيه من بعد ما حددوا القانون ديال السن في بطولات الهواج. يعني واحد الشريحه كبيره من اللاعبين اللي فوق 23 سنه بحال لا تحبسات من اللعب نهائيا. شكون هذا اللي حددها؟ العصبه ديال الدار البيضاء تحدد السن، يعني كاع الفرق عندها الحق في 4 لاعبين فوق 23 سنه وفما تبقى عندهم تحت من 23 سنه. اذا هاد يعني فوق 23 تحرموا من اللعب. من هنا جات الفكره. وبالنسبه لباقي التورنوات اللي كنشوفوا كنلقاو مركزين على الفئات الصغرى ولا الدريات ولا هذا الشيء. علاش جات هذه الفكره؟ باش ما نحرموش ديك الشريحه. والحمد لله ولينا كنشوفوا طابق كروي اللي في المستوى. كاع الناس ولات الحاجه الوحيده اللي كتساتيس فينا وكل شيء وكتخلينا مرتاحين هي اننا ملي كتجي وكتلقى الناس في القاعه كتسنى قبل ما يبداو لي ماتش وداك الشيء، كتلقى الناس كاينه تما وداك الشيء. هذاك هو الرباح. والحمد لله راه الدوري هذا العام غادي في واحد المستوى اللي زوين، ومازال ان شاء الله مازال كاين الدومي فينال والفينال اللي غنشوفوا فيه واحد الطبق كروي اللي غادي يرضي الكل ان شاء الله. ان شاء الله. غنعاود نرجع لك ونمشيو لإلياس عفوا موحى امين. موحى والله حتى قلت موحى. عاود لينا الفار اخويا. شوف بلا ما نحرش عليك شي بيضه واحده اخرى. لا مرشح ملك البيض إلياس. عطيه شي بيضه. موحى الفكره كيفاش جات ديال انك تصيب لنا دي فيديو هكايا وتكون في الانستغرام؟ الكونترول اللي ندير دابا كيكون مره ولا 3 مرات في العام. بلاصه في بريمير كتنافس ليغ كره بحال اللي في الدوري الاسباني ومره في الدوري نفس كوره. الزيه لا بالع شحال عيط على كره. يعني مني انت صغير عاد زاد وانت كتعشق كره، شي حاجه سميتها كره تكون كتبغيها. فكره جات تقريبا 2024 شي 3 سنين دابا، في بدايه ديال 2024.
كاين ما يدار الصيف هذيك الساعه. قلت علاش ما نجيش انا ونقدم شي محتوى اللي يقدر يعجب الناس. ومن تما بدينا، وحنا الشكر والحمد لله احنا دابا واصلين لواحد البلاصه كاع ما كنا متوقعين في هذيك 2024 2026 دخلت علينا بالخير، ووصلنا لواحد البلاصه كاع ما كنا متوقعينها وكاع ما كانت طايره لينا في بالنا. الحمد لله. انت وصلتي لهذه المرحله هذه، عرفتك على شنو هما الايجابيات ديال هادشي اللي وصلتي ليه، عرفتك على الناس كيما الياس كيما مهدي كيما واحد المجموعه من الناس اللي كيديروا كره وهادشي. واش كتشوف انك مازال غادي تعطي اكثر من هادشي، ولا انت الكونسيبت ديال كيفاش كتخدم داك الكونسيبت، كيفاش واش دوك الافكار ما كتانسبيراش من شي واحد، ولا هذيك الافكار ديالك نتايا هكا بديك الفوا اوف ديالك كتهضر؟ كنحاولوا نجيبوا شي حاجه اصيله، يعني نجيبوا ديالك. شي حاجه ديالنا حقيقيه. ما تكونش الانسبيراسيون بزاف، ضروري غتاخذ من هنا ومن هنا ومن هنا وغادي تجمع واحد الفكره اللي هي ديالك صحيح وتطبقها في ارض الواقع. ولا كانت فكره وكنتي خدمتي عليها وضربتي عليها تماره، راه ربي ما غينساكش. من طبيعه الحال. الياس الناصري، انت خلقيتي في بلجيكا من ام مغربيه واب مغربي. امك واقيلا موجده والوالد لا العكس، الوالد من الوجده، الوالده من الناظور. الوالد شرقي من الشرق والوالده من الناظور، ما بعدش بزاف هذول وجده الناظور كلشي بحال كنا مغاربه بطبيعه الحال. فين كيلقى راحته الياس؟ واش داخل في بلجيكا ولا في المغرب؟ سؤال. في المغرب فين كاين الفرق؟ في كل شيء، سيرتو في رمضان هكا كتاخذ رمضان ولا كتجي من الاحساس حتى الماكله، في الماكله ديالو كل شيء. شفنا شي صور ديالك مع عمالقه كره القدم، منهم ربما زياش تعاود لنا النهار اللي فاش تلاقيتي مع زياش وباقي الناس اللي تلاقيتي معاهم. النهار اللي تلاقيتي مع زياش، تلاقيتي مع بلجيكا في المغرب، عاود لنا شي شويه. الحمد لله ما عادش اللي كندير دابا، وليت شويه معروف انترناسيونال، وما عادش تلاقيت مع اكبر اللعابه بحال زينادين زيدان ورونالدينيو، ايدن هازار، يعني كاراسكو، راجا نانغولان، زياش، بوفال، كاع الدراري من المنتخب المغرب اللي كيتبعوني وكيشوفوني شنو كندير، وانا فرحان بزاف. حلم ديالي ملي كنت صغير كنت كنشوف هاد اللعابه غير في التلفازه، واليوم اللي كنتلاقاو معاهم حيت كيعجبني الكونسيبت اللي كندير، كيعجبني الحال بزاف. وكنشكر الناس كاملين اللي كيكبروا بيا، اكثر ليا الناس من المغرب، حيت انا عاقل من بديت هذا الشيء، هذه شي 15 سنه بديت هذا الشيء في بلجيكا. وشنو درت في بلجيكا في 10 سنين؟ المغرب حطات ليا اكثر في السيمانه. ما فهمتش يعني ما فهمتش. يعني من كنت كنخدم هذا الشيء، هذا الكونسيبت في بلجيكا درت 10 سنين باش نكون عندي مثلا نقول لك 200,000 تاع الناس متابعه. جيت للمغرب، بديت شويه ندير فيديوهات هنايا، مشيت مع المنتخب المغرب كينغز ليج، مثلنا المغرب في ايطاليا في واحد تورنوا كبيره، وزيدت في 200,000 تاع الناس زياده. وهذا الشيء غير في السيمانه. المغرب حطات ليا في السيمانه شنو حطات ليا بلجيكا في 10 سنين. بارك الله. اختصرتي دابا داك الشيء اللي دوزتي في 10 سنين ربما في 5 سنين، في 5 سنين في ظرف اسبوع، كان في ظرف سيمانه عطاك واحد عطاك اكثر. وهذا حب المغاربه كيتعاونوا مع بعضياتهم. كرة القدم كما قلنا في بدايه الحلقه راه كاينه الروحانيات، بعدا راه كاينه الروح ديال المسلمين وكذا، وهذه ملي كيشوف واحد مغربي صار كاين فينا هذيك. كاينه واحد القضيه اخرى، ان المغاربه كيحبوا دوك لي جيست تكنيك وتشوف سكي تكنيك عزيز علينا حنا كمغاربه. يعني داك البيض كي كنقولوا داك الشيء كاع كنحبوه حنا كمغاربه، وبحال هذا الشيء هما متعه كره القدم، هما المتعه ديال كره القدم، وهذا هو الكونسيبت اللي كنبغيو حنا. انت دابا شحال كتسالم من بيضه؟ 0-0 انت عطيتي شي حاجه؟ لا انا فهمت. انت ما كيهمكش البيوت، كيهمك البيض اكثر ما كيهمك القدام. لا كتبغي تماركي ضروري، والبيض غير باش المقبلات. البيض كيخلق واحد المتعه الكره. يعني تخيل الجمهور كيتهز معاك وهادشي. تخيل معايا انت رابح ب3-0 وفي الدقيقه، وانت رابح في الدقيقه 88 بيضتي شي واحد، تكون احسن من بيت
واكثر هي اللي كانت الطريقه فهمتي. الجمهور كيزيد يشعل بهذيك البيضه يشعل اكثر. اذا كنتمنى ولكن كيبقى الهدف عنده قيمته الخاصه اللي هذاك اللي كاين، عمرها وكنتمناو لكم مزيد من التالق ومزيد من النجاح. الحركين اللي لقيتو السي عبد الرزاق في التنظيم ديال هذا الدوري هذا. اخ نبيل لحد الساعه عندنا 3 دابا، دقائق لحد الساعه دابا ما كاين حتى شي عراقيل. ما كاينش لا حركه. بالنسبه لهذا العام هذا ولا 3 سنين الاخيره كامله الحمد لله دايزه ليس بخير الحمد لله. راك شي انت كل شيء وكل شيء راه تيشوف. عندنا ما بغينا نزيدو نطولوا مازال اكثر في هذه الحلقه، ونظرا للالتزامات ديال سي الياس راه كيتسنى راه مقبل انه يسافر لفاس اليوم ان شاء الله. وعنده التران، وهذا الشيء ربما هو اللي خلانا كاع نعجلوا بالحلقه اليوم، وهذا الشيء ما كانت وعدنا والحب اللي كنكنوه ليه. فمرحبا بك مره اخرى خويا. انت عبد الرزاق غادي تعطينا كاميرتك راه هي، وغادي توجه للجمهور واحد الرساله على التنظيم ومواقع التنظيم. خذ راحتك، حنا ما كاينينش في البرنامج، خذ راحتك. الرساله اللي بغيت نوصلها انايا تنوصلها لابناء الحي ديال ليساسفا العليا وليساسفا بصفه عامه. تنوجه واحد التحيه كبيره للاخ ديالي والصديق ديالي اللي معاوني في الدوري اللي منظم في ليساسفا العليا واللي هو الاخ بوعالي. وتنوجه واحد التحيه كبيره للاخ والصديق الكبير الرسام اللي تيرسم لنا اي حاجه في الدوري تما في الشبيبه من ناحيه اللي هو الفنان الكبير امين دار. ولكل من ساهم من بعيد او من قريب باش ما تنساش شي واحد. السي الياس مره اخرى ميساج اخر للشباب، هاد الشباب اللي كنشوفوا دابا، لان متعه كره القدم يستحيل ان تلقى واحد كيلعب كره القدم وفي شي بليه من البلاوي اللي كاينه دابا. هي نصيحه من هذا الاستوديو غتقدمها للشباب، تنصح لنا الشباب المغربي باش يبعد على البلاوي. شوف الدراري الناس اللي كيشوفوا كيتفرجوا بحال الولاد بحال البنات اللي كيعجبهم الكره، ثق في راسك، ما تقولش انا ما نقدرش، ولا الا عندك واحد الحلم وكتثق في راسك غتجيبو ان شاء الله. و احترموا الوالدين، زيروا راسكم في القرايه، وربي يسهل عليكم. و هادشي اللي باغي نقول لكم. وشكرا بزاف على السيبور، شكرا على كل شيء، شكرا بلي كتكبروا بيا، وعايش الملك. مرحبا بك وعاش الملك. وكنا تحت رايه وحده، رايه مغربيه. موحى واحد الناس في الجينيراسيون ديالك كاميرتك راهي، قدم اليوم التحيه ودير ديديكاس لمن بغيتي، وهذه الاستوديو راه ديالكم كاملين، ومرحبا بكم في اي وقت حتى المشاهدين الكرام بطبيعه الحال. كنبغي نقول للدراري بروفيتي الوقت ديالك، حاول تربح الوقت، حاول تريني، تخدم على راسك، طور من راسك، بعد من البليه، بعد من اي حاجه خايبه. كاع رفاق السوء اللي عندك حاول دير رفقه زوينه باش تمشي في طريق زوينه. واي حاجه هدف حطيتيه في حياتك غادي توصل ليه الا كنتي انت تايق في راسك بلي غادي توصل ليه وخدم عليه. وكنبغي نشكر الناس كاملين اللي دعموني من الاول، وكنبغي نشكر والديا ولا الدرب اللي اي واحد كان كيقول لك كلمه زوينه ودي هي الكلمه ديالي. ونصيحتي لك كمقدم برنامج بصراحه دائما وبصراحه كنقولها لك، وفق ما بين الدراسه وما بين هذا. حيت شويه هكايا داكشي ما بغيتش نهضر معاهم في الدراسه حيت عارفه ما تلاقاو معاك في القسم تفرتي انت. المهم انا كنقدم لك النصيحه، كنقول لك شوف واكب ما بين الدراسه وما بين الكره، وغتمشي مزيانه موحى. وكنتمناو لك من قلبنا الخالص انك توصل للمبتغى ديالك وتوصل لداكشي اللي بغيتي. عماد، رساله للشباب ورساله للجماهير اللي كتوافد على القاعه، وذكرنا بمواعيد دومي فينال والفينال. بعد الرساله الاولى هي نبغي نحث الشباب على ممارسه الرياضه، الكره بالضبط والرياضه اون جينيرال. يعني الا ما وصلتيش بالرياضه راه غادي تحافظ بعد على السلامه الصحيه ديالك والعقليه ديالك، وباش بعدك على براكين ديال المخدرات وداك الشيء. وبالنسبه للجماهير ديال الدوري كنبغي نقول لكم باللي باقي مباريات حارقه في نصف النهائي اللي غيكون نهار الاثنين ان شاء الله. جوج مقابلات قبل الفطور، واحد مع 3 ونص واحد مع 4 ونص، ومقابله النهائيه غتكون ان شاء الله الاربعاء مع 10 ان شاء الله. ومرحبا بالجميع وشكرا لكم كاملين، وشكرا لجميع اعضاء الجمعيه وجميع الساكنه ديال ليساسفا وديال المغرب اون جينيرال. وشكرا للاخ الياس على افيك غون بليزير، شرف ليا نكون هنا. شكرا.
بارك الله فيكم. واحد اكبر ديديكات للوالده. شكرا بزاف، شكرا على كل شيء. تحية لأم إلياس. ثانك يو هي اللي بغيت نقول ام الياس هو الياس الناصري، معروف بتوبه، حيت توبه سميت الوالده ديالو. توبه تحيه لتوبه رمز للمراه المغربيه، وتحيه للامهات المغربيات والنساء المغرب كافه. ما غاديش نوقفوا هنا، غنديروا غير واحد الفاصل وبعدها نعود لفقرات. باقي عندنا الفقرات ديال البرنامج بوجوه اخرى جديده، نخليوها لكم مفاجاه بعد الفاصل. شكرا الياس، شكرا موحى، شكرا عبد الرزاق المعنوي، شكرا عماد الزكراوي. تحيه لكم ونعاودوا نرجعوا. وشكرا الاخ نبيل ونرجعوا بعد الفاصل. نبيل سميتو دوز معايا حلقه وانا نحيد لك هذاك الابوني، غنحيد هذا والله انت غنقص لك هذيك 4000. الور فاصل وبعده نعود. عدنا والعود احمد. عدنا لباقي فقرات برنامج اليوم اللي كيتمحور حول تنظيم دوريات كره القدم. هذاك الاكسجين اللي كيتنفسوا به المغاربه كاملين، واللي تعودنا ان كل واحد كما قلنا في بدايه الحلقه كيهز الكرسي ديالو كيمشي لراس الدرب كيتفرج في كره القدم، كيتفرج في المهاره، كيتفرج في شي حوايج كيصنعها الشباب ديال اليوم. اذا نعود الى حلقه اليوم، ويحضر معي في الشطر الثاني من الحلقه كل من محسن زاهد على دوري فاميلي. هذا الدوري اللي راى النور بهذا رمضان وفي هذا الشهر هذا، وكانت لي اول نسخه في واحد الملعب رياضي غنجيو نهضروا عليه. حتى هو هذا الملعب اللي كان تنجز اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وتم الاهمال ديالو لولا الالتفاته ديال الشباب، وهادشي غنعاودو نرجعوا ليه. كيحضر معاه كذلك عايضه امين، حتى هو من الناس المنظمين ومن يسهرون على تنظيم هذا الدوري. شكرا بزاف. كذلك حمزه ارحيم، الكتابه الإقليمية عن الكتابه الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه في دوري اخر بشركه بوليماي، دوري في نسخته الاولى كذلك. والشعار ديال النسخه دوري المرحوم احمد عشيشه رحمه الله وطيب ثراه. كذلك مهدي اسد عن منطقه النسيم. كنقولوا النسيم راه كنقولوا واحد مجموعه من الاصدقاء لنا هناك بالنسيم، واحد الدوري منظم من طرف جمعيه كشافه النسيم. هذا الدوري هذا اخذ الشعار ديال دوري الكبار نظرا لاستهدافه واحد الطبقه عمريه ديال 40 سنه وما فوق. شكرا على هذه الالتفاته للناس ديال 40 سنه. مرحبا بك مره اخرى مهدي اسد. شكرا على الاستضافه اخي. غنبداو بك انت مهدي اسد. كيفاش جات الفكره ديال تنظيم دوري لكره القدم، وشحال عدد الفرق اللي مشاركه فيه؟ الدوري الحمد لله حنا غير كنكملوا واحد المسار اللي بنوه رجال قبل منا. بعدها كنشكر السيد اللي اول مره بناه. دابا الدوري راه 13 عام، نسخه 13. علاش درنا هذا الدوري؟ حيت كاع الفئات فيهم دوريات الا هذه الفئه كيكونوا بحال مهمشه، كيجيو غير يتفرجوا. كنشكروا السيد الرئيس سي الشرقي عبد الاله اللي خدا هذه البديره ودار هذا الدوري اللي فوق 40 سنه، باش هما ياخذوا واحد هما يحيوا الذكريات ديالهم اللي في ذكريات في الشباب ديالهم، ويكون واحد الجو اللي يتفكروا به الذكريات. والحمد لله حنا راه واخا بدينا الدوري معطل، مي الحمد لله راه غادي. دابا الحمد لله راه وصلنا كتر فينال الربع النهائي، وان شاء الله راه غادي يكون دوري في متناول الجميع. المهدي اسد قالوا لك في كومونتير، قال لك مدرب شاب قادم بقوه. كتبغي هكا تدريب ولا واقيلا حارس مرمى؟ حارس مرمى ومدرب. عندي مشارك في نيت في واحد الدوري في النسيم، وصلت لنصف النهائي. الحمد لله بخير. وهذا شي واحد سميتو مصطفى رشيد، غنمشيو لك انت يا سي شتي كضحك بهجه. الناس باغا تحسن وانت ياس عندنا هنا في الدواوش. حلاق شحال حلاق حتى هو بهجه. تحيه لبهجه احسن حلاق. تحيه لمصطفى. احسن حلاق ولا هذا اللي احسن؟ هو سي تبارك الله قبل تبارك الله. هو كيقول لك راه باغي يحسن العواشر هذه وانت جالس هنايا.
هذا مصطفى افعداس كيقول تحياتي شباب، كل التوفيق والنجاح. سمحوا لنا الى هذا محسن الزراوي، تحيه لك فنان ديالنا حتى هو. كنشكروا الناس كاملين اللي كيتابعونا عبر حسابنا وعبر حساب ديريكت بريس. خويا باش نقول لك خويا عايضه امين، كيفاش جات الفكره ديال تنظيم الدوري بهذا الحجم اللي وصلتوا ليه وهذا الصيت تبارك الله اللي وصلتوا ليه، كيفاش جات الفكره؟ وخويا الفكره جات اولا جات عاديه فهمتي، حيت كانوا اربعه الناس فهمتي، سي محسن وصفوان واسامه، اضطرينا نكونوا اربعه حيت الظروف اللي كاينه ديال الخدمه، وهذه مرات يكون واحد هادشي علاش خلانا نكونوا حنا بربعه. جات فكره عارف داك التيران كيكونوا فيه ماتشات ولكن داكشي ولا قليل بزاف، اضطرينا نجيو نكونوا جروب بيناتنا، جمعنا فراقي تما محتاجين لهذا الشيء فهمتي، كان خاصنا متعطشين لهذا الشيء. بدينا تنقادوا كيف ما راك عارف الامكانيات، نهضروا في الامكانيات. كيفاش جات الامكانيات مثلا ديال امكانيات التيران باش تصيب بهذيك الطريقه والسباق وهذاك؟ خصنا لي فريق، خصنا شويه ديال الفلوس، تكرفصنا شويه بزاف. منين جات هذا الشيء؟ منين جا؟ اضطرينا نخرجوا كل فرقه تعطي قيمه ماليه اللي هي 150 درهم، وبهذيك الفلوس قديتوا واخا كان خاصنا الفلوس اضطرينا زدنا من عندنا حنا باش نكملوا داك الدوري باش يعطي واحد الصوره اللي تليق بداك. بانت لي شي رسمه في ديك الرسمه خويا واحد السيد عبد الله السميه ديالو عبد الله مساعده، راه ملقب مساعده، تحياتي ليه. تحيه لك خويا مساعده، وقف معنا خير المساعده، هو مساعده اسمه على المسمى، احسن واحد تا هو في الليسات تبارك الله عليه، وتحياتي ليه من هنا. وقف معنا وتا ديك الرسمه حتى هي تمحن فيها بزاف. ايوا الله يجازيه بخير، الله يجازي كل واحد وقف معاه. انت رفيق ديالو السي محسن زايد. محسن زايد شنو هو العراقيل اللي لقيتو؟ حتى شي حاجه ما كتجي بالساهل؟ حاجه ما جاتش بالساهل. واحد المره كنبقاو 5 الصباح وانتم هذه الشيء كنا خدامين في داك الشيء فهمتي، اربعه الناس. بعض المرات كيعاونوك الشباب اللي يكونوا ولا الدرب اللي يكونوا تما كيدير كيبقاو هذوك اللي هما باغيين داك الشيء، شويه الغيره على الدرب وباغي يشوف دربهم زوين. شحال من واحد عاونا ولاد الدرب داك الشيء فهمتي. كاين اللي سباغ مثلا رجع قالنا كنديروا شي حاجه شويه السباغه كيعلمك كيفاش، كيقول لك كيفاش، كيقول لك عندك دير هذه عندك هذه. والاشاره فقط فان في هذا الملعب هذا راه كان دخل في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، كنعقلوا على هذا الشيء ربما واحد 13 عام ولا 14 عام ولا اكثر كاع ما عرفتش. المهم هذا التيران هذا راه كان حدا واحد الفضاء ديال الالعاب وتم الاهمال ديالو. كان فيه واحد الكرياج هكا وتخصص للباسكيت، هذيك لاكوبتر اللي دايرين ليه في الارض وكذا وهذه، وتعرض للاهمال. واللي كنشوفوا فيه شي حوايج اللي ما بغيناش نقولوا هكايا عبر الاثير، اللي كنشوفوا شي حوايج كدار تمايا ولا فيه الزبال ولا كينعسوا فيه هذوك المتشردين ولا فيه بزاف د الحوايج كانوا كيلعبوا فيها هكا الدراري الصغار. وما كانش حتى دزنا واحد النهار كيبان لنا واحد الحضور جماهيري وازن تمايا بامكانيات ذاتيه بشويه ديال العود في الجناب كذا. هذاك العود اسمح لي، هذاك العود درناه غير على ود البالون ما يخرجش، وكاينين الناس اللي خدامين تما وحاطين هذا الشيء كاين اللي كيطرز حتى هما ما راعينا اليوم باش لازم نخبروا ما نضربوش. اذا ماشي ساهل بحال هكا ملي تشوف شباب بحال هكا بهذا العمر وكيفكر بهذه الروح الجماعيه اللي بدينا كنفتقدوها في الاونه الاخيره. روح جماعيه هي ماشي انا اللي باغي نلعب كره، راه ممكن تلبس التوني ديالك راه عطا الله لي تورنوا، راه يلاه كان عندنا ديال دوري الملوك، كان عندنا الفوتسال، حتى ممكن تلبس توني تمشي تقيد معاهم وتلعب. ولكن بغيتي تجيب لدربكم داك الشيء كما داروا هنا، كاين تنافس شريف ما بين الدوريات ديال كره القدم اليوم العليا، وهذا راه تنافس زوين. ولكن كنشوفوا هذه الديناميه هكا كتحرك، ملي كنشوفوا العليا كدير، النسيب كدير، ليساس فيها 2 ليساس فيها 3 طوما، هادشي كامل هو خاينا بين. عرفتي شنو اللي كيخلينا نديروا بحال هكا؟ حنا كشباب حنا كنضربنا واحد الغيره على الوطن ديالنا وعلى الحي ديالنا، كنبغيو يكون في احسن الاحوال. داكشي علاش كنديروا شي حوايج اللي فوق من الطاقه ديالنا، اللي ما عليها حتى شي مدخول، ما عليها غير حب الحي ديالنا والوطن ديالنا. هي راه القياده، باش نوضحوا هذا الميساج، هذا القياده باش تكون انت قائد
والقائد هو ذاك الانسان اللي كيتولى المهمه ديال قياده واحد السفينه معينه. هذه القياده ما كتجيش من فراغ، القياده كتكون بالفطره، كتولد في الناس بالفطره. اللورد بادين باور مؤسس الحركه الكشفيه كشفت النسيم، ياك كشفت النسيم، انتم جدكم هو اللورد بادين باور. قال لك هناك قاده يولدون قاده كيتزادوا بالفطره. هما هاد الناس اللي جالسين قدامي فيهم داك الحس ديال الجماعه. وهناك قاده يتعلمون القياده، يتعلموا مع الوقت، كيجي كيلقى راسو دايب وسط واحد المجموعه حتى كيلقى راسو حتى هو ولا قائد. وكاين واحد القاده اخرين سوف لن يصبحوا قاده. هاد الناس كتقلب همهم الوحيد هو الاسترزاق. وهادشي اللي كنشوفوه داخل ماشي غير في ليساسفا، في الاحياء كاملين، وما سامحهم الله والله يرد بهم في هذا العواشر هذا. الاسترزاق هو خصو يجمع انت جمعتي الفلوس ديال التورنوا زعما الكوتيزاسيون ديال الناس سخرتيها فين انك تصلح واحد الملعب اللي نورمال الملعب خصو يكون ديجا خصو يكون ماشي من المطالب شي حوايج اللي خصها تكون راه كاين. هذاك التيران كيخصو يكون مصايب. هذه الامكانيات سخرتوها نتوما، كان بالامكان ان يجي واحد اخر يشد ديك الفلوس يديروه في جيبو وكيديروا في الاخر ديال التورنوا. عندنا الغيره اخويا على حريري، شويه ديال التونيات وشويه ديال البالونات وكذا، وهذه واحد الكوب صفاق وكذا، وهذه ما خاصهاش حتى 10% من حجم المداخيل. ولكن اخويا تسمح لي اللي جمعتي انت في بوليمار معلم على ذكر هذاك الملعب، على ذكر هذاك الملعب ديال ليساس فاجوج. كانت المبادره خرجت لي واحد الميزانيه ديال 70,000 درهم. فين مشات الله اعلم، هذا سؤال بوحدو، انا مسؤول على هذه الهضره اللي تنقول. خرجت لي 70,000 خرجت لي 70,000 درهم باش الترميم ديالو. فين مشات الله اعلم، يعني الاعضاء ديال الجمعيه اللي كانوا تما فين مشات هذيك الفلوس. من بعد جا واحد الاخ اللي بنى التيرانات ديال عبد الله ابراهيم، وغنقول هذه الكلمه وانا احاسب عليها، انه ضحك على الرئيس وقال لي انا كولد درب غنصلح هذاك التيران. اعطاه وعد انه يصلح داك اعطاه وعد انه هذا شي شركه اللي بنات هذاك الملاعب ديال عبد الله ابراهيم واللي باقا كتسترزق منه. كان عطاه وعد انه يصلح هذاك التيران. اعطاه وعد. ما تسنيناش، الحمد لله كاين امين وكاين باهين وكاين الخير. هذه هي الغيره. راه شي تصفيقات المخرج على زاهد وامين، راه هذه هي الغيره. وكاع الناس اللي كتسهر على هاد الناس علاش تحركوا من واحد الجانب انساني وواحد الدافع ديال الغيره هي اللي خلاتهم يشوفوا دربهم زوين ونقي. اما جات انه مثلا ليساس في 3 فيها تورنوا والقاعه فيها تورنوا والعليا فيها تورنوا، وليساس في 2 اللي قداش تبارك الله ما تكونش فيها تورنوا. تسمح لي نعطيك واحد الحاجه، هي انه ليساس في العليا بحال ليساس في 2 1 و3. الواحد فيه تيرانات، ليساس في 3 فيه تيران واحد، ليساس في 2 بالضبط اللي ما فيها حتى شي تيران غازو اصطناعي. دابا هما كيقلبوا. انا بعدا انا غير هذا راه مجرد راي، راه ما كنفرض على حتى شي واحد، ماشي غير المنشط ديال البرنامج، ولكن واحد من ابناء ليساسفا اللي كبروا في ليساسفا. وهادشي انا كنشوف دوك المحطات ديال الطاكسيات ولا باركينغ ديال الطوموبيلات، راه ماشي ما نقدرش نقول عليه منفعه عامه اكثر ما نقول عليه منفعه خاصه. انا ما غاديش نستافد من واحد مول طاكسي كيجي كيهز بالامكان ديالو انه يمشي يهز من واحد البلاصه واحده اخرى. وهذا الشيء قلناه في مجموعه من الاجتماعات اللي سمحتي اخويا امين. ذاك اليوم هذوك الطاكسيات علاش ما يكونوش مثلا هذه فكره ماشي غير ديالنا، يكونوا باقي يدوروا بالليل تحت جيت بوليماي وكذا، وهذا اللي باغي الطاكسي اللي كتمشي مثلا لدرب سلطان، راه كتبغي تقلب على الطاكسيات ديال ليسانس، فراه كتدخل وسط من الاحياء وهذا باش كتلقى الطاكسي. ماشي ضروري حنا نحطوا دابا العرقله ديال السير ديال طريق جديده سبب الطاكسيات. حنا بدينا كنهربوا شويه على كره، ولكن هذا الشيء كنجبدوه لان خاص هذيك البلاصه اللي كنهضروا عليها خاص يتشيدوا فيها ملاعب كما يتشيدوا في ليسانس واحد. هذاك شارع عبد الله ابراهيم الا سمحتي، شارع عبد الله ابراهيم على اليمين وعلى اليسار يكونوا فيه تيرانات ماشي غير ديال الكره، ولكن يكونوا سوسيو رياضي، بمعنى يكون فيه الباسكيت، يكون فيه التنس، يكون فيه بزاف ديال الحوايج اللي انا غنلقى واحد الباركينغ. واش هذوك الطوموبيلات، هذا سؤال وكنوجهوا حتى الناس اللي كيتابعونا، واش هذوك الطوموبيلات اللي كاينين في لي باركينغ اللي في طريق جديده واش كلهم ساكنات ليساس في 2؟ واحد كيجي كيتقدى من عند واحد ياخذ هذاك الشيء اللي غياخذ وكيديماري كيمشي بحال واش نستافدت منه انا مثلا؟ غادي يستاسيوني ما نديروا ليه حنايا شي باركينغ تحت ارضي ولا شي حاجه هكا. خويا نبي جبتي هذا الموضوع، حنا النسيم كامل هذاك النسيم غادي نهضروا عليه خصو حلقه بوحدو. نسيم كبير، نسيم كبير فيه قاعه مغطاه وتيران
متنفس الوحيد هو تيران وقاعه، ما كاين لا سوسيو كما قال ثقافي لا رياضي. يعني حنا غير باش نديروا تورنوا لقينا عراقيل كبار، لقينا بزاف التورنوات. كاين القاعه وكاين التيران. عرفتي امتى بدينا حنا؟ راه حتى 20 في رمضان عاد بدينا التورنوا. علاش؟ حيت كانوا ضيقه الوقت، كانوا بزاف، كانت واحد التورنوا وتحبسات، هذا موضوع ديالها خاص ان ديك التورنوا تحبسات، وبزاف د الحوايج. واش نسيم كامل اللي حنا خصوصا القاعه حنا واحد 37,000 ساكن، عندنا متنفس واحد هو تيران كازو صغير ديال 5-5. امتى غنلعب انا؟ امتى غيلعب؟ راه هاد الهضره كما قال نبيل، نسيم خصو حلقه بوحدو. دابا العرض دابا كنقولوا الطلب اكثر من العرض. كاين واحد النسامه نجي دير له واحد التيران اللي هو صغير، واش غادي يخلق غير فتنه ما بين الدراري ولا الدرب وكذا، وهادي هذا باغي يلعب ولا باغي يلعب. وباقي كنهضروا على هذوك الناس اللي ولادنا قاده ودوك الناس اللي كيقلبوا على الاسترزاق. الحمد لله دابا انا لقينا كاع مثلا في التيرانات وحنا بوجه المكشوف كنهضروا، كاين بعض الجمعيات سامحهم والله، كنتمناو ان الشهر الكريم يتراجعوا. كتلقى جمعيه وحده ماشي غير هما دابا المنخرطين راه وحدين، مثلا نقولوا عندنا واحد 50 ولا 60 منخرط. هاد 50 60 منخرط باش ناخذ حصه الاسد، ماشي حتى حصه الاسد زعما حصه ماشي زعما ماشي حصه اكبر. حصص كيخصني ندير، كيخصني نحط بزاف ديال الطلبات في واحد الجمعيات اللي هما وهميه عندهم وصل ايداع. كنجي كندير الطالب الاول الثاني الثالث، عندي 3 ديال الطلبات لواحد 60 منخرط اللي كاينه. يعني كناخذ بحال الجمعيات كاملين، كناخذ 2 الحصص بهذه الجمعيه اللي انا كنشط بها، زائد واحد 3 الجمعيات، كيولي عندي مجموع الحصص هو 12 حصه في الاسبوع اللي فاتت الاسبوع. وهذا ميساج كنلوحوا الاخوان ديالنا زعما سامحوا الله. كنتمنى الاخوان ديال الرياضه انه ما نعطيش لشي جمعيه اللي ما عندهاش 30-0 ماشي كاع الجمعيات رياضيه. وراه في 30 راه كندير لك عاوتاني، غير اسمح لي السي حمزه، راه كندير 30-0 ماشي كاع، ما يقدش يديروا كامل. انا كمواطن حمزه ما نلعبش. راه جمعيات كنلقى دابا غير حنا بعضياتنا نشرح لك بحال هكا شنو كيوقع. دابا وقيلا غادي نفقهوا الناس انهم يمشيو يديروا هذا الشيء، وقيلا بلا ما نقولوها كاع، لان كتلقى واحد 5 الناس دابا هذا رئيس في هذه الجمعيه، هذا رئيس بالمعاقين امين مال في هذيك الجمعيه اللي هذا فيها رئيس، كنبغيو بحال لي بيون كنبداو لهم بحال السيترون وكان هنا كنقصيو واحد المجموعه من الجمعيات الرياضيه اللي همها هذوك الذين يولدون قاده. الشعار ديال هذا يولدون قاده، بغينا هاد الناس هادو تحل قدامهم الطريق، كلشي يستافد وكلشي يكون غادي مزيان. نعاودوا نرجعوا للموضوع ديالنا. سي حمزه، تنظيمكم النسخه الاولى من دوري رمضاني، اختاريتوا واحد المجموعه من الفرق اللي غطات تقريبا من قطاع الحي الحسني، شاركت فيها الولفه ليساس فيها الحي الحسني، وتبعنا الاشواط ديال الدوري. اختياركم التسميه ديال المرحوم احمد هشيش، شكون احمد هشيش؟ السلام عليكم. بعد معكم حمزه رحيم، عضو الكتابه الاقليميه لحزب الاتحاد الاشتراكي بالحي الحسني. الدوري اللي كننظموه دابا في بوليماي اللي جمعنا فيه عده فرق، حاولنا نسيب ليه كاع الفرق ديال الحي الحسني. النسيم مشارك معنا الاخ المهدي اسد، الولفه، جنان اللوز، حي الحسني، الخزامه. غطينا كاع، حاولنا نغطيو كاع الربوع ديال المقاطعه ديال الحي الحسني. عشيشه اللي هو واحد الاسم، هو واحد المناضل كبير الله يرحمه في هذا النهار، هو واحد المناضل اللي قدم شيء كثير لمقاطعه الحي الحسني، انه داز كعضو في مقاطعه الحي الحسني، وانه كان في التعليم وكان في النقابه ديال التعليم، هو من احد المناضلين الكبار ديال حزب الاتحاد الاشتراكي. هذا ما الا هو واحد عربون ديال المحبه في شخصه الله يرحمه، وباسم العائله ديالو، انه كون واحد العربون محبا نسميوه الدوري بالاسم ديالو. عدد الفرق المشاركه عدد الفرق كاينين 8 ديال الفرق مقسمين على 2 مجموعات. فين وصلتوا دابا؟ دابا ان شاء الله نهار الاربعاء غادي نلعبوا الفينال. نهار الاربعاء الفينال. نتوما حنا يلاه في 24 فرقه كاينه دابا. تبارك الله، ما حاجه تساليوها مع رمضان. بدينا من اول نهار ديال رمضان
باقي لحد الان باقي ما ريحاتش باقي ما وقفاتش نهار في نهار نهار باش تعرف راه ما ساهلش راه ما ساهلش اول شورنوا غتلعب في ليسانس فجوج دابا باقي ما حددتوش فين وصلتوا دابا كارت دابا ان شاء الله يكون نهار العيد الفينال غيتلعب ان شاء الله نهار العيد نهار العيد بالضبط. هي فرصه للجماهير ليساسفا جماهير ليساسفا انها تحج وبكثره سميتو التورنوا ديال الاخوان ان شاء الله غتكون شي حاجه زوينه. الدوري ديال الفاميلي اللي كيتلعب في ليساسفا جوج كنتمناو لهم مزيد من التالق ومزيد من العطاء. فين وصلتوا اخويا مهدي؟ احنا دابا في الكاتر فينال الربع النهائي، وان شاء الله راه غاديين دابا باش نكملوها ان شاء الله. غادي يكون نهار الثلاث غتكون الدومي فينال، والخميس ولا الجمعه الا كانت الجمعه العيد غادي نديروا حتى ثاني عيد عاد الفينال. تخليوها حتى ثاني العيد. الا كان الجمعه العيد، ما كان الجمعه راه غنلعبوه ان شاء الله فينال ان شاء الله. الفينال ديالكم قلتي لي فوقاش؟ لا ربع في سميتو في ملعب ميرو بوليماي ديال فوت جاني سيتي الجماهير اللي ساسفرها اللي بغى يستافد من المتعه ومن هذا تبارك الله يجي البوليماي يجي اللي ساسفا جوج يجي النسيم كذلك يجي يحضر القاعه. العراقيل اساد العراقيل نهضروا شويه على العراقيل اللي دوينا عليهم نبيل غيخصني معاك 3 سوايع. نقول لك غير اعطيني شويه من شويه. اول حاجه كما قلت لك هو ما لقيناش متنفسات ديال الرياضه عندنا في النسيم قليل. اللي من هنا كنبغي نشكر السيد المستشار السيد يوسف مبسوط اللي كيقوم بواحد الدور كبير مع المجلس باش انهم يكونوا منتزهات اخرى ديال الرياضه في حي النسيم. العراقيل اما كاينين بزاف الدوريات، وباش نديروا الوقت ما كاينش. عاد كاينين عراقيل خارجيات شويشات شي ناس سامحهم الله عصف الرويضه مجاودينهم ديما والحمد لله. حنا كنحاربوا، ماشي كنحاربوا، حنا كنواكبوا معاهم، وحنا الحمد لله غاديين. كاين الدوري ديال اقل من 17 سنه، دوري ديال الفتيات عندنا في النسيم، دوري ديال اقل من 20 سنه، ودوري اللي انا كنمثلو دوري الكبار اللي فوق من 40 سنه. الحمد لله عندنا جميع، وكان دوري وتحبس. الا بغينا نختزلوا دابا المطالب ديال النسيم في شخص السي اساد واحد الشاب من شباب النسيم، مازال خاصنكم ملاعب رياضيه، مرافق ثقافيه، خدمه في الرياضه حلقه راه ما يديروا لنا والو. اللهم خليك في الرياضه بعد على الاقل. بعد هذاك مفوض لقطاع الرياضه ما عمري شو ما عرفتوش كيفاش داير. نقول كيدير سعيد عريش كنوجهوا ليه التحيه، صديق ديالنا. انا ما كنعرفوش وهو وانا عندي بزاف الاسئله. سعيد عريش راه ما كتعرفش اسد. انا شاب من شباب وشباب حي النسيم كامل ما كيعرفوش، ما يمكنش. راه هذه نقطه سعيد عريش. هذا ميساج كيوزعوا لك السي المهدي اسد انك حاول مقطعه كامله كنعرف يجوج الناس. مصطفى افعداس ليه الشكر من هنا، والاخ يوسف مصور. حاول تهول النسيم باش يشوفوا الناس ما كيتوحشوا ما عرفوش ما توحشناش. في قراءه قلنا مصطفى راشد هو البهجه كيحييكم كيبعث التحيه. بريزيدون الشرقي هذا المهدي اسد مدرب شاب قادم بقوه. كذلك المصطفى افعداس كيقول تحياتي وهذه قلناها. حماده اسد الاخ وقيل ذلك الاب ديالي الاب الاب تولع في التورنو دوسي وقيل كتسمع ان الدري منظم تورنو مشارك فيها بوه صافي زوينه. الا جات التبريه الا جات التبريه اش كنديروا غنمشيو نتبريو في مهدي. دابا الا كان الوالد ديالك غادي بكره وصلك على شي واحد وصلك حمراء ولا تعطيه حمراء ما تباتش في الدار اليوم ولا لا تسحرش شي كل لعب بوك ضروري باش ما نكونوش ذاك. تحيه حسن امين كنوجهوا ليه التحيه ديال الفرصه الثانيه. حسن امين كيقول خويا نبيل الله يسر لك حبيبي والتوفيق للشباب ولاد حومتي ولاد دربنا. عبد الصمد الصديق ديالنا عن جمعيه الاسود الرياضيه قال لك الله يسر لكم. حمزه احسن فرجيه في العالم، فرجيه ما عرفتوش. الامكانيات كانت مجهودات من طرف الاخ امين. وهذا حموده البودالي كيقول تحياتي حموده البودالي قال لك امكانيات كانت مجهودات. هذه شهاده
هادشي اللي من طرف الاخ امين وابناء الحي ساهموا فيما بينهم باش يعطيو صوره زوينه، الله يسر لهم. ما كاينش زعما شي تشارج هكايا، والو. ما كاينش شي سياسي من السياسيين، ما كنقولوش لا كان شي سياسي مرحبا به، لا انت ما كاينش شي سياسي زعما ريحه السياسه ما كايناش ما كاين تما. حتى شي واحد جا شي واحد زعما ساهم بشي حاجه، والو ما كاين حتى شي امكانيات ذاتية. مجهودات فرديه ذاتية. من الدراري اللي معانا ومن الدراري اللي ماشي معانا اللي هما اللي لاعبين في التورنوا. اذا تورنوا بريئه من دم يوسف. من اي واحد ما والو عطاو ساهم فيها. هذا محمد بيكسو كيقول احسن توش احسن كوتش مهدي، تا هو كيبقي مهدي. واش مهدي عندك قاعده جماهيريه تاعنا. كان بغي نوجه للاخ مهدي اسد شكرا على هذا المجهود. هذا السي موريكو. ايوب لادوس كيقول العيضه، قال لك مالك هذيك الاخرى تتكون تا وياه. حمزه تا واحد لاقاه، تا واحد نجمع الحلاقه هنايا. هذا مهدي حواس كيقول كل التوفيق والدعم. شكرا مهدي حواس، شكرا مهدي حواس، وشكرا للام الفاضله والعزه على قلوبنا. رشيد طرفه كيقول عيد مبارك كله صافي طلع لك رمضان فراسك باقي 4 ايام باقي تنصليو بعدا تنصليو العواشر. غادي نوصلوا ماشي لنهايه البرنامج، يكون واحد فقره من فقرات البرنامج عطاونا ميساج للشبيبه. ميساج الشباب، انت واحد شاب، انا دابا ربما كبر منكم، الكبير هو الله. انتم واحد الجينيراسيون اللي بجينيراسيون ديالكم، انتم ما تفرجتوش في قلم ديزر، انا تفرجت في قلم ديزر. انتم كتفرجوا شي حاجه ديالكم. دابا انت ميساج من شاب لشاب، يعني هدف البرنامج نكونوا نوصلوا هذا اكثر من صافقنا، نوصلوا ميساجات هكا اللي تصب في واد ديال التنميه، ديال تثقيف هذا الشباب المغربي. ما نبقاوش نشوفوا الشباب المغربي هو البلاوي، ولكن نشوفوا شباب مغربي طموح بنفس الافكار ديالكم، بنفس النقاء ديال القلوب ديالكم والعقول ديالكم. عطينا ميساج ديالك السي العيضه امين. كاميرا خويا نقول الشباب يتيق في راسو وداكشي اللي عنده في دماغه وفي قلبه يحاول يطبقه، ويبعد من الصحاب اللي ما كيعطوكش اضافه في الحياه ديالك، وتبع قرايتك. داكشي اللي باغي ديرو انت ديرو، هادشي اللي كاين اخويا. في كلمه اخيره، وتحياتي لك وتحيه السي بارك الله فيك سي صافينا اخويا في هذا البرنامج. الاشاره فقط راه هذا البرنامج ولا هذا الاستوديو الابناء ليساس خارج ليساس داخل ليساس في هذا الاستوديو راه مرحبا بكم في اي وقت، مرحبا بالاراء ديالكم، مرحبا ما عليكم الا تواصلوا معنا على الخاص، ومرحبا بكم في هذا الاستوديو هذا. غير لطموح الشباب، الناس اللي بغات تدخل المنطقه، فمرحبا بكم، ابوابنا مفتوحه طيله الايام، طيله ايام الاسبوع. سي انس اعطينا سي اسد هلا هذيك الميساج ديالي انا للشباب ان نكونوا احنا شباب المغرب الصاعد، اللي نبنيو واحد الجيل بيناتنا، نكونوا يد وحده ان شاء الله، اللي نبنيو الوطن ديالنا. هذه الاولى، واخا رغم العراقيل والاسباب نحوتوا البلاد ديال نكونوا حنا هما الرجال اقوياء ديال البلاد، ديال الاقوياء. داكشي علاش ما تفرجتيش في كلام الله خويا سميت محسن زاهيل. انا كنوجه رساله لكاع الدراري المنطقه ديال ليساس، فكنوجه لهم التحيه من هنايا. اللي عنده شي موهبه، زعما كنعرف شي مواهب ديال الكره من العايده انتر، كان غارديان راه دوز كره حتى هو، ما راه كان غارديان قبل ما يكون حلاق، راه دوز حقه حتى هو، ما عطاتوش. كان غارديان قبل ما يكون حلاق بحال هذاك حلاق راه امكانيات ما جناح ايسر. كنوجه التحيه ولد خالي تا هو صهيب الكحل، تا هو راه باقي كيتريني، باقي تا هو غادي في كوره. الله يسهل عليك راه صهيب كيشوفك ليه، الله يسهل عليك بنادم من الفارق خويا. تا هو غادي مكافح في هذه الطريقه هذه ان شاء الله. شفناك محسن المايسترو، تحيه لك محسن المايسترو من هذا المنبر، وتحيه لمحسن، اعيد محسن مره اخرى. سي حمزه رحيم، انا الميساج اللي كنوجه للشباب هي انه نكونوا واحد اليد وحيده، باش اننا نحققوا واحد الحاجه اللي باغي نوصلوا لها. غير هو هاد الحاجه اللي باغي نوصلوا لها ما يمكنش نوصلوا لها باننا مثلا غنجيو ندقوا شي باب وحنا ما مأطرينش واحد التعطير اللي مأطرين تحت جمعيه ولا مأطرين كحزب باش انني ناخذ الحقوق ديالي مثلا.
هذا هو الميساج. وكنبغي نشكر الكتابه الاقليميه ديال حزب الاتحاد الاشتراكي في شخص الكاتب الاقليمي السي مروان عمامه، اللي كنبغي نوجه لهم الشكر هو والزوجه ديالو سناء البدوي على الحفل اللي دار في القاعه ديال ليالي زمان بمناسبه عيد المراه، اللي حفل كان كاول حفل غيكون بمنطقه ليساسفا اللي لقى واحد النجاح كبير. وكنشكرهم وتنشكرهم من هذا المنبر الشكر الجزيل على المسانده ديالهم، وشكرا لكم جميعا. شكرا جميعا، شكرا على التفاعلات ديالكم من خلال لي كومونتير اللي كنتوصلوا بهم طيله الحلقه. سمحوا لنا اللي ما تفاعلناش معاه. اخر كومونتير كيوصلنا ديال مروان عمامه. سي مروان تحياتي، كيقولوا حلقه متميزه وبرافو للشباب ديال ليساسفا والنسيم والحي الحسني. وشكرا كذلك انت مروان عمامه. مروان عمامه راه هو الكاتب الاقليمي ديالنا ديال حزب الاتحاد الاشتراكي، كنوجهوا ليه التحيه من هذا المنبر مره اخرى. تحيه السي مروان اخويا. نصادفوك ان شاء الله في قادم الحلقات، لن نقول وداعا ولكن الى اللقاء. شكرا على الصبر ديالكم، شكرا على حسن الاصغاء والتتبع. موعدنا يتجدد في حلقه جديده بضيوف جديده، ومرحبا بكم مره اخرى. الى اللقاء.